في دراسة عملته هارفارد بزنس ريفيو عن البيزنس ترانسفورميشن، وقالت ان 35% من الشركات والمنظمات العالمية بتعمل مبادرات بيزنس ترانسفورميشن، وبعد ما بتعمل المبادرة بتعمل عليها ضجة كبيرة جدا ان هي بتعمل مبادرة كذا واسمها كذا وتفاصيلها كذا. بس للأسف 12% فقط من الشركات والمنظمات ديت هي اللي بتكمل وبتعمل نتائج مستدامة، وللأسف الرقم ده ما اتغيرش من 20 سنة. علشان نقدر نفهم بيزنس ترانسفورميشن معناه ايه، محتاجين الاول نفهم يعني ايه كلمه ترانسفورميشن. ترانسفورميشن هي معناها ان احنا نخلق قيمه مضافه جديده للبيزنس عندنا عشان نقدر نخلق بيه بيزنس موديل جديده يتناسب مع السوق. طبعا احنا شايفين ان في اضطراب شديد جدا في الاسواق، كل شويه بنسمع عن علم جديد، علم التسويق والمبيعات وخدمه العملاء والاتش ار، وده طبعا بيتطلب مننا ان احنا نكون البيزنس بتاعنا مرن اكتر وبيتكيف مع العلوم الجديده اللي بتنزل في السوق. خلينا نقول يعني ايه بيزنس ترانسفورميشن. بيزنس ترانسفورميشن ان احنا بنقدر نخلق قيمه مضافه جديده، القيمه المضافه دي بنقدر نخلق منها بيزنس موديل جديد، البيزنس موديل ده بنقدر نعمل منه نتائج مستدامه تمشي معانا في المستقبل وتكون جاهزه لمواجهه اضطرابات السوق. خلينا بالظبط نقول تعريف اللي قالته هارفارد بزنس ريفيو في المقال بتاعها او في الدراسه بتاعتها. بزنس ترانسفورميشن هي تحديد وتطوير اهداف جريئه يتجاوز التغيير التدريجي واعاده التفكير في بزنس موديل لتقديم قيمه مضافه جيده ومبتكره، وده بيكون عباره عن قرارات استراتيجيه تؤثر على المكان وكيفيه عمل المؤسسه. لازم نفهم ان البيزنس ترانسفورميشن مش مشروع بنخلصه، لا ده رحله طويله جدا لازم تكون مستمره، ولازم يكون فيها عباره عن خطوات وبرامج بنعملها خطوه بخطوه. المقال بتاع هارفارد بزنس ريفيو اتكلم عن 6 كريتيكال براكتس لازم نتبعها علشان نقدر نعمل بزنس ترانسفورميشن ناجح. اول نقطه treating transformation as a continuous process. النقطه دي معناها ان احنا البيزنس ترانسفورميشن عباره عن رحله طويله ومستمره، ولازم نعمل برامج منفصله، كل برنامج له بدايه ونهايه واضحه. الإدارة العليا ورؤساء مجلس الإدارة في الشركات والمنظمات لازم تحط أهداف طموحة ومدروسة، وكلمة مدروسة دي مهمة جدا لأن ممكن تكون أهداف طموحة ولكن غير مدروسة تعمل مشكلة بعد كده. ولازم يحطوا خطوات مدروسة لتحقيق الأهداف ديت، وبعد كده يعملوا اجتماعات دورية لمراقبة الأهداف ديت، ولازم يحطوا KPIs عشان يقيسوا بيها تحقيق الأهداف. تاني نقطة building transformation into the company operations. تاني نقطة معناها ان انا اعمل دمج ما بين الاستراتيجية والاوبريشن داخل المؤسسة. يعني معنى كده ان انا بعد ما اعمل الاستراتيجية واحط الاهداف والخطط بتاعتي لازم ادمجها مع الاوبريشنز داخل المؤسسة. هنا دراسة ذكرت مبادرة جميلة جدا عملتها شركة فورد اسمها فورد 1، وان فورد عملت خطة صارمة. الخطة ديت عبارة عن خطوات واهداف طموحة جدا عشان تقدر تحقق اهداف مستدامة في المستقبل. الاستراتيجية او الخطة اللي عملتها فورد خدت حوالي 8 سنين، تعافت فيها فورد من خسارة 12.7 مليار دولار الى مكسب حوالي 6.3 مليار دولار، وارتفع سعر سهم فورد ل 800% في الاسواق. النقطة الثالثة اكسبليسيتي مانجمنت اورجانيزيشنال انرجي. النقطة دي أنا شايفها أهم نقطة في النقط الستة كلها، لأن النقطة دي هو بيتكلم فيها إن أنت ما تقدرش تعمل 2 تغيير جذري في الشركة في نفس الوقت. لما تحب تعمل 2 تغيير جذري في الشركة لازم الأول تحط التغيير الأولاني تعمله وتشوف النتائج بتاعته وتشوف رد فعل المؤسسة عندك وتشوف رد فعل الموظفين وتجمع فيدباك من الموظفين، وبعد كده بعد ما تتأكد إن التغيير الجذري الأولاني اتعمل ادخل على التغيير الجذري الثاني والثالث والرابع وهكذا على هذه المؤسسة. مش معنى كده إن إحنا ما نعملش 2 تغيير جذري، أنت ممكن تعمل 2 تغيير جذري بس في أماكن مختلفة، ما تعملش 2 تغيير جذري في نفس المكان. النقطة الرابعة هي using aspirations not just targets، وده معنى ان احنا نستخدم الطموحات وليست الاهداف فقط. احنا ممكن نحط اهداف عندنا، الاهداف دي مكتوبة ومدروسة، لكن لما نيجي نطبقها على ارض الواقع تكون الاهداف دي مش اهداف مظبوطة. لازم نبقى طموحين في الشركة بتاعتنا ان احنا نغير تغييرات جذرية. كتير من الرؤساء التنفيذيين اول ما بيمسكوا الشركة بيعملوا خفض للتكاليف، بيرفضوا بعض الناس، بيعملوا اعادة هيكلة كاملة، لكن الدراسة بتقول ان ده مش صح. وكتير من المبادرات اللي عملت بنفس الهيكلة ديت او بنفس الطريقة ديت كلها فشلت في مبادرات البيزنس ترانسفورميشن بتاعها. وهنا ذكر في الدراسة شركة قوية جدا وهي ادوبي، عملت بيزنس ترانسفورميشن ضخم جدا، وهي حولت كل البيزنس موديل بتاعها الى ساس اللي هو سوفت وير از سيرفيس، يعني سبسكريبشن مانثلي بيمنت او ييرلي بيمنت. لان ادوبي لقت ان هي عشان تنزل اصدار جديد من اي برودكت من البرودكتس اللي هي بتعملها بتاخد من 18 ل 24 شهر. على فكرة ده مش ادوبي بس، كل الشركات التكنولوجي بتعمل كده. كان زمان من حوالي 15 20 سنة عشان تقدر تنزل فيرجن جديد لازم بين كل فيرجن وفيرجن تقريبا في حوالي 2-3 ما بين الفيرجن والفيرجن. الكلام ده بينطبق على ويندوز وعلى اوفيس وعلى اي البرامج التانية اللي موجودة في السوق.
طبعا ادوبي لقت ان الموضوع ده مكلف جدا، وعشان تنزل ابديت جديد ده صعب جدا، فقالت لا انا هعمل سبسكريبشن او حاجه اسمها الساس. وطبعا الساس ده حاجه مهمه جدا في التكنولوجي عشان نقدر العملاء بتاعها تاخد سبسكريبشن مانثلي بيمنت. هنا عملت ادوبي ارباح قويه جدا، وهي 250 مليار دولار من 24 مليار دولار. يعني لما كانت بتشتغل بالطريقه العاديه كانت بتشتغل او كانت بتبيع ب 24 مليار دولار، بعد ما عملت التجربه ديت او عملت البيزنس ترانسفورميشن ده قفز الارباح بتاعها ل 250 مليار دولار. وبعد كده الشركات التكنولوجيه تتبعت في استخدام نفس النهج اللي عملته ادوبي. النقطه الخامسه درايفنج تشينج فروم ذا ميدل اوت. النقطة دي معناها ان احنا نعمل التغيير من النص لبره. ده معناه ايه؟ كتير من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجلس اداره لما بتيجي تعمل اعاده هيكله او بزنس ترانسفورميشن بتنسى الخطوط الاماميه اللي موجوده في الشركه. يبقى بمعنى ايه؟ بمعنى ان هي بتبص على الموضوع از هليكوبتر فيو، لكن بيبقى في اوبريشنز وتيم كتيره موجوده في الصفوف الاماميه بتبقى عندهم مشاكل وحاجات كتيره ممكن لازم تتحل. عشان كده المقال بيقول ان انت لازم تبتدي من النص. يعني ايه من النص؟ يعني من عند مديرين الادارات. مديرين الادارات في الغالب في جميع الشركات والمنظمات بتكون على اتصال بالخطوط الاماميه للشركه وعلى اتصال بالاداره العليا. علشان كده اعاده الهيكله من المكان ده هو افضل مكان تعمل اعاده هيكله او تعمل بزنس ترانسفورميشن، بحيث ان الناس دي بتبقى عارفه كويس جدا المشاكل اللي موجوده للموظفين او لليوزرز العاديين، وبتبقى في نفس الوقت على اطلاع وتواصل مع الاداره العليا. النقطة السادسة accessing substantial external capital from the start. النقطة دي معناها ان البيزنس ترانسفورميشن بشكل عام للمؤسسات الكبيرة او المنظمات الكبيرة، حتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عشان تقدر تعمل بيزنس ترانسفورميشن طموح فيه تغييرات جذرية بيحتاج استثمار مش قليل. وفي رؤساء تنفيذيين كتير بتعتمد ان هي بتعمل خفض للمصروفات اللي عندها وتمشي ناس او تقلل العماله، وده طبعا غلط جدا، لان في الغالب العام البيزنس ترانسفورميشن بتكون تكلفته اكتر كتير من ان انت تقدر تعمل الحاجات ديت، علشان في الغالب التغيير الجذري والافكار الطموحه والجريئه اللي انت حاططها بتحتاج مصاريف كتيره، فلازم تكون عامل حسابك في استثمار قوي للمبادره بتاعه البيزنس ترانسفورميشن. في نهايه الدراسه اتكلمت هارفارد بيزنس ريفيو ان البيزنس ترانسفورميشن ده ضروره وهي رحله مستمره لازم تفضل مكمله معاك على طول، مش مجرد مشروع صغير بيتعمل وخلاص. وذكرت ان التكنولوجيا هي اهم اداة لخلق قيمة مضافة عشان نقدر نقدم بيها خدمة مبتكرة للعملاء.